اماني انت استنى. ايوه يا سميح، مالك؟ في ايه بتزعق كده ليه؟ لازم تفهمي ان كون انا ما بخرجش وقاعد في البيت مش معناه تتعاملي مع عربيتي براحتك. طب اهدى يا حبيبي، هفهمك كل حاجه. انا راجل البيت ده ايا كانت الظروف، ومفيش حاجه تحصل من ورايا. طب هو في حد يقدر يقول غير كده؟ وديتي عربيتي فين يا هانم؟ طب اقعد هحكي لك كل حاجه، اتفضل. يا مثبت العقل والدين، اتفضلي. اتفضل الايصالات دي. ايه صلاة ايه يعني؟ ايصالات العربيه. انا وديت النهارده العربيه دي التوكيل عشان اعمل الصيانه الكامله. مش كنت عايز تعمل كده من زمان؟ انت ايه اللي يخليكي تعملي حاجه زي كده؟ عشان جوزي حبيبي ما يركبش عربيه بتعطل كل شويه. وبالمناسبه الايصالات دي كلها باسمك، يعني تقدر تستلم عربيتك في اي وقت. وليه تكلفي نفسك كل ده؟ وهو في يعني فرق بيني وبينك؟ طب مش كنت تقولي لي طيب بدل ما انا داخل زي الطور اللي هيجي عليكي كده؟ اوعى تقول على نفسك كده، انت سيد الرجاله. على العموم انا اسف، انا حبيت فيكي، سامحيني. يعني هي عادتك ولا هتشتريها؟ انت بتتريقي؟ لا ابدا، مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي ان رغم عصبيتك الا انك قلبك طيب جدا، ما تزعلش مني يعني. بتطلع وتنزل على فشوش. لا ده واضح ان انا بقيت مهزقه اصلا، يعني على ابو الفلس اللي جرأ مراتاتنا علينا كده. انت ليه بتقول كده؟ عشان انت عمرك ما اتجرأتي وكلمتيني كده يا ماني. على فكره انا لولا ان انا عارفه انك ما تقصدش الكلام ده، انا بجد كنت زعلت منك. كمان انت اللي تزعلي؟ ايوه طبعا، لان كلامك ده معناه ان انا ست مش اصيله. ما صدقت ان فلوسك خلصت واتجرأت عليك وكلمتك بطريقه مش صح، وده بالعكس جدا كمان. لا ما هو باين. طب ايه رايك بقى ان فلسك ده قربني منك وخلاني احبك اكتر واكتر؟ فلسي؟ ايوه، انت دلوقتي بقيت بتسمع وبتحاول تغير من نفسك، مش واخد في وشك كده وطايح في الدنيا وبتستقوى على الناس بفلوسك. لا واضح قوي انك مبسوطه بكسرتي. والله بجد انت ظنان، ما تبقاش ظنان كده ونيتك سيئه. ظنان ايه؟ انت مش سامعه انت بتقولي ايه؟ انا قصدي يعني ان انت الاول كنت طاير في السما كده ومش حاسس بحد ومش شايف حد، انما دلوقتي نزلت على الارض بقيت جنبنا حاسس بينا، ودي احسن حاجه حصلت لنا. فعلا انا بقيت على الارض واتسفلت على الاخر. على العموم شكرا على فلوس الصيانه، وهترجع لك على داير مليم لما ربنا يفرجها. هو في فرق بيني وبينك يا سميح؟ في بينا الكلام ده؟ يا اماني، مش انا الراجل اللي يعيش على قفا مراته. انا عامل ورقه مكتوب فيها كل المصاريف اللي انت صرفتيها، ربنا يفرجها بس وهرجعها لك. لو ده اللي هيريحك خلاص اوكي براحتك. بعد اذنك.